نظرة المجتمع للبنت المفروض تبقى زي الولد، ولا دي مجرد شعارات بنسمع عنها وخلاص؟ فعلى سبيل المثال التدخين مثلا، لو هنتكلم ان هو عيب وحرام فهو عيب وحرام للطرفين، للانسان سواء بنت او ولد. اما بقى موضوع اللبان فبيتبص للولد اللي ماشي في الشارع كده بياكل لبان على انه صدقوا البنات كمان موضوع اللبان ده عامل لكم ايه يا جماعه؟ ده لبان. لا ده الموضوع اللبان ده لو عامل لكم ازمه بقى ده احنا نضغط على الحكومه انها تمنع اللبان بقى. تعالوا نشوف الناس قالت ايه في موضوع اللبان للولاد والتدخين للبنات. ايه رايك في البنت اللي بتدخن سواء سجاير او شيشه؟ شايف ان هي رايقه. عادي بالنسبه لي ان اي حد يدخن يعني، بس يعني بلاش تدخين اصلا. مش هقول عليها بنت محترمه اصلا. لو الام بتشرب؟ الام لا برضه الجده مش متربيه. عادي على فكره، حريه شخصيه. اول حاجه مش متربيه خالص، حاجه تخصهم، هي حاجه حريه شخصيه. ايه رايك في البنات اللي بتدخن سواء سجاير او شيشه؟ البنت اصلا ما ينفعش ان هي تدخن، عشان احنا في مجتمع ما ينفعش ان البنت تدخن. حاجه بقت عيب دلوقتي، بقى كل حاجه متاحه يعني. حريه شخصيه. لا دي قله ادب طبعا، هي حر. طيب والولد؟ عشان طبعا هنا فالولد عادي. مش رجوله اول حاجه للراجل. انا بنتقد ناس كتير رجاله ان هم بيدخنوا. وبرضه الولد اللي بيعمل حاجه زي كده مش اتربى. الولاد برضو انت مش روش لما تدخن يعني. ده طبع تساووا بين الرجل والمراه. انتوا عايزين كده؟ اشمعنى في السجاير؟ يشرب عادي. هو ترجع ليه اللي هو اسمه ولد. يعني هي مساله صحه، بس خايفه على الصحه والله. اصل هو لو مثلا لو حاجه مضره او حاجه حرام مثلا زي ما بيقولوا يعني، فهي مضره وحرام للانسان. ما البنت برضو انسان والولد انسان. بالظبط. تمشي بمزاج الولد. فاساسا مضره بوجه عام، ولو هتنفع ان حد يشربها ممكن كالولد، انما بنت مستحيل طبعا. مجتمعنا بيشجع الولد على اي حاجه، البنت ما لها حدود معينه يعني. لا ضرر ولا ضرار، ده دي الدين اهو. زي الولد بيشرب، اشمعنى هي ما تشربش؟ لو حاجه عيب او حاجه حرام او حاجه مضره فهي مضره للانسان سواء ولد او بنت. صح. الولد والبنت يعني بالنسبه لي واحد. ومضره للجميع مش للبنات بس. عشان هي مضره حرام. برضو البنت ما يصحش انها تدخن، ما ينفعش. تدخن وحش، والستات اللي بتدخن وحش عشان صحتها. ايه رايك في الولد اللي تشوفه كده ماشي في الشارع بياكل لبان مثلا؟ يبقى راجل مش راجل. تفهم؟ راجل بس مش قوي يعني. ليه مش من اللبانه وعامل كده؟ طب ايه يا ابني انت بتاكل لبانه ولا يعني بتغريني ولا ايه؟ انا اقول عليه سوسه على طول. لا بياكل كده يعني، لا براحته. اللي هي مش عن كده. ايه رايك في الولد اللي تلاقيه ماشي كده في الشارع بياكل لبان؟ مش كويس يعني. عيل سيس مثلا، عيل كذا كذا. بيضايقني. واللبان مش حرام. المشكله. ولا حتى للبنت؟ على حسب طريقه اكل اللبان. بس يعني ايه بطريقه يعني كويسه، مش تمشي تفضل تعمل لي كده ومش عارف تعمل ايه. معلش تعمل ايه؟ لا مش لازم الحته دي. لا دي في شارع الهرم طبعا. هي تاكل لبان بس تاكلها باحترام. والبنت لو ماشيه بتاكل لبان في الشارع؟ عادي، حريه شخصيه برضه. انا عن نفسي باكل لبان في الشارع، لكن تاكل لبان بطريقه كويسه بالراحه مش عادي. تقولي ايه للناس اللي بتاكل لبان؟ بطلوه عشان خاطري، عشان انا بيجي لي العصب منه بصراحه. بطلوه علشان انت اسمك ايه؟ مي. بطلوه عشان مي بيجي لها العصب من الموضوع ده. يعني ايه احساسكم؟ انا عايزه اعرف بس ايه احساسكم وانت كده يعني. سابت كل المشاكل اللي في الدنيا كلها ومسكت في اللبان. والسجاير برضه مضره بالصحه، بلاش. انا خايفه عليكم، لو عليا انا خايفه عليكم. ماشي يا ماما. اوكي ماشي، ميرسي قوي. باي باي.